علشان بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده أنا بتكلم عن المشاعر، وإزاي بدل ما هي اللي تسيطر عليا وتقودني وأبقى أنا مش عارفة أتحكم في مشاعري أيا كان اسم الشعور إيه، إزاي أنا أتعامل معاها وأفهمها، وإزاي أقدر أديرها بحيث إن أنا تبقى وقود ليا، تبقى دافع ليا إن أنا أبقى نسخة أفضل، أو إن أنا أتحسن، أو إن هي تقول لي طب أنت عندك الحتة دي عايزة تتحسن اشتغلي عليها، وهكذا. في الأول أنا هدي النهارده السيشن هو هتكون ساعة إلا ربع. أول ربع ساعة هدي مقدمة عن المشاعر وبتتكون إزاي وموجودة فين في الجسم وهكذا. ربع ساعة أو تلت ساعة إن أنتوا هتتكلموا عشان نعمل بقى تطبيق. دلوقتي ما شاء الله أنتوا التلاتة اللي كل واحد فيكم هيشارك لو أنتوا حابين طبعا. وآخر 10 دقايق لو في أسئلة. خلاص؟ على بركة الله نبتدي. المشاعر بتبتدي منين؟ يعني إيه مشاعر ويعني إيه شعور؟ في الأول فرق ما بين المشاعر وما بين الأحاسيس. الأحاسيس بتبقى مرتبطة بال الاجزاء الحسيه، يعني انا بحس من خلال الاجزاء اللي هي في الجسم دي، اللي بحس بيها من خلال السنسورز اللي بتدخل لي، سواء عن الجلد او الحواس بتاعتي. انا شميت، انا سمعت، انا شفت. دي حواس، ده بتنقل لي احاسيس. اما المشاعر المختلفه، الفيلينج حاجه مختلفه عن الاحاسيس. احنا ما بنبقاش عارفين المشاعر اسمها ايه، بيبقى متلخبطين. في الحاله بتاعتنا جسمنا بيتعامل مع المشاعر بطريقه احنا عقلنا ما بيبقاش مدرك ليها. هسألكوا سؤال. اوقات بتبقي انت بتتعرضي لموقف فرح، بس انت مش بتبقى عارفه اللي جواكي ده، او استغراب. يعني انا مثلا هقول لك قولي لي كده كام المشاعر اللي انتوا عارفينها. عارفين كام اسم شعور؟ ممكن حد يشاركني؟ ممكن حد يشارك يا بنات؟ محدش عايز يشارك؟ ما هو عشان انا اقول لكم الاجابه أو نتفق اذا كانت صح ولا غلط. طب ليه؟ لان انا هقول لك مثلا ده ما فيش غير خمسه سته، تقولي لا ده انا، طب انا عارفه سبعه، يبقى مش هنشتغل. طيب عموما عدد الناس اللي عارفه المشاعر عددها يعني بيختصروه في اربع خمس مشاعر بس. ايه اللي هو الغضب، الفرح، الحزن، الغيره، ممكن الحسد، التنافس. لكن وجدوا ان المشاعر لا، بتوصل لعدد اكبر من كده بكتير. كنا الاول بيقولوا 70، لا ده بيوصل ل 3000 شعور. الكلام ده انا كنت قريته في كورس بيتكلم عن الذكاء العاطفي، فانا مش انا اللي قلته يعني. المهم ان عدد المشاعر ارقام كبيره جدا. بتفرق في ايه؟ لما ابقى انا عارفه اسم الشعور. لما ابقى انا عارفه اسم الشعور، جسمي بيبتدي يتعامل مع، بيحجم وبيحدد ردة فعلي، بيحجمها وبيحددها. بدل ما تبقى هايجة، انا مش عارفه انا خايفه ولا قلقانه ولا حزينه ولا متوتره ولا متنشنه ولا متغاظه ولا حاسه بالقرف ولا حاسه بالاشمئزاز. لا، بيقول انت قلقانه. ابتدي اسال نفسي انا قلقانه ليه، انا خايفه. دي لما ابقى انا مش عارفه انا حاسه بايه. مش عارفه انا حاسه بايه، دي بتحطيني في مود مش حلو، تخلي جسمي رد فعله مش احسن حاجه. لكن لما بقى انا بعرف اسم الشعور، ده بيساعد المخ انه يتعامل مع اللي بيحطني، يعني بيهدي الجهاز العصبي، بيهدي الجهاز العصبي بتاعي. انا خايف من الحاجه الفلانيه فبهرب. وطبعا ما بفكرش، المشاعر ما بتخليش المجال الراشونال او الجزء الراشونال يشتغل. المشاعر لما بتسيطر بيبقى كأن في اتنين كده مثلا على الدريكسيون. لو اشتغل الجانب الواعي او اللي هو الراشونال المنطقي، خلاص المشاعر بتبقى على جنب شويه. او المشاعر هي اللي بتسيطر، فبيبقى الجانب الراشونال ده على جنب شويه. طيب المشاعر بتتكون ازاي؟ بيولوجيا ليها جزء بيولوجي بجسمنا، يعني جسمنا متكون من اجزاء بتتعامل مع المشاعر. من ساعه الانسان او الطفل ما بيتولد، الجهاز العصبي بتاعه بتبتدي الذاكره بتاعته الاول، بتخزن كل المواقف اللي مرت عليه في حياته، ويبتدي يسجل بعينه كده، يسجل، يعمل ريكورد، تسجيل لعلامات اللي هو لغه الوجه، يعني بتاعت باباه ومامته واخواته والاسره، ويربط الاحداث ببعض، ويبتدي يعمل الباترن الخاص بتاعه. ماما بصت لي كده وهي بتزعق
وده معناه كذا وانا حسيت بكذا، ويبتدي يعمل عنده سكيمة خاصة بيه، او نمط كده، او يعني ملفات عنده متخزنة. ممكن يكون اتنين يتعرضوا لنفس الموقف، اخين او اخت ولد وبنت او كذا، وماما زعقت للاتنين، وده عنده التجربة بشكل والبنت عندها تجربة بشكل تاني. في جزء بيولوجي وراثي، الجهاز العصبي بتاعنا في جزء منه وراثي لوحده، لا، في مرتبط برضو بالتربية، زي ما قلت ان هو بيبتدي يسجل كل حاجة ويسجلها عنده بالتجارب اللي مر بيها. التجربة دي انا لما عملت كذا حسيت بألم، مش مهم اسم الألم ايه، بس انا حسيت بألم. زي بالظبط كده لما بتمسكي حاجة سخنة تبتدي تبعدي عنها، ده احساس، بس ولد عندك شعور بعد كده انك لما تيجي هتخافي انك تقربي منها. بعد كده الحاجات دي اسمها بتتخزن فين، الذكريات دي والملفات دي في حته في المخ من ورا هنا كده، اسمها الاميجدالا. الاميجدالا الذاكره العاطفيه، في حين ان عندي منطقه تانية اسمها الهيبوكامبس، ودي الذاكره المعرفيه، المعلومات. الذاكره العاطفيه مش عيب فينا، يعني هي مش حاجه وحشه ان انت تبقي متخزنه عندك الملفات بالمشاعر، واحنا بنستخدمها في علاج كتير من البرمجه اللغويه مثلا، او في اعاده تاطير الموقف. احنا لو لعبنا في اي جزء من المشهد او من الموقف بتتغير المشاعر على طول. المشاعر مهمه، يبقى انا كده اللي اقول فرقت ما بين المشاعر والاحاسيس. المشاعر بتتكون ازاي؟ قلنا المشاعر برضو الوجود البيولوجي بتاعها. ليه احنا ما بنتعاملش مع المشاعر او ما بنعرفش نتعامل مع المشاعر؟ احنا ما بنتعلمش المشاعر ليه؟ على فكرة القرآن ذكر كتير من المشاعر، متعامل مع مواقف الحزن والخوف والغضب. حد يقدر يقول لي مثلا الخوف مين اللي كان مثلا آية عن آيات الخوف أو آية من آيات الحزن؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ما شاء الله، كنت يبقى هنا قال لهم لا تخاف، يبقى ما تخافوش إني معكم أسمع وأرى. يبقى الخوف ثبت لسيدنا موسى. طيب أنا هسألكوا سؤال، سيدنا موسى اتذكر معاه الخوف كم مرة؟ ما شاء الله عليكم، انتوا حافظين. المواقف اللي اتذكر فيها الخوف مع سيدنا موسى. هي هو القصة حاجة. ذكرت في آيات كتير، اتفضل. يعني هو الموقف نفسه اتذكر في آيات كتير، بس كم مرة صراحة أنا مش عارفة. بس أنا ممكن أقول لحضرتك عن الحزن، يعني أنا فاكرة آية عن الحزن. اتفضلي. قوله تعالى: وتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الله. ايوه، الدموع هنا نازله من الحزن عشان مش عارفين ان هم ينفقوا، مش معاهم اللي ينفقوا منه في الغزو عشان يطلعوا مع الناس مع النبي عليه الصلاه والسلام في الغزو. موقف يعني يهز المشاعر شويه. تمام، يعني يعني القران يتعامل مع المشاعر. طيب دي حته مهمه جدا، لان احنا لما بنتعامل مع اولادنا وهم غضبانين او زعلانين او عندهم مشاعر، بنقول على البنت دي دراما كوين، ونقول على الولد هو انت عيل، انت راجل ما تعيطش. وانكرنا عليهم الاعتراف بالمشاعر، وده عكس التوجه الرباني. ربنا سبحانه وتعالى، استغفر الله العظيم، مش توجه. ربنا سبحانه وتعالى اتعامل مع المشاعر ازاي؟ اثبت المشاعر للنبي عليه الصلاه والسلام. ان نعم اللي في سوره الكهف. مين اللي هيساعدني ويقول لي ايه عشان انا مش حافظها؟ لعلك باخع عن نفسك الا يكونوا مؤمنين. اول الايه كانت تقيله لو سمحت. انا مش جايه اسمع لكم، انا بس عشان عايزه استشهد بايات من القران ان ربنا سبحانه وتعالى اقر المشاعر ديت واعترف بيه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان حزين او متضايق او متضايق من ان المشركين كانوا بيكذبوه، هو مشاعر دي خلاص موجوده، اثبتها، وبعدين نتعامل معاها ازاي بقى؟ لكن انا مش هقول لها لا ما ينفعش تعيطي، انت حزينه ليه، مش انت هتكفري بربنا؟
لا، الحزن ما ينفعش يكون كذا. فاهمين قصدي؟ يبقى اول حاجه انا اثبت المشاعر. اتعامل مع المشاعر زي ان انا اثبتها. ايوه انا حزينه. مش النبي عليه الصلاه والسلام لما ابنه ابراهيم توفى الله فقال ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن. اقرب ان هو لازم يكون حزين ولازم اعيط، ابني مات. لكن برضه في المقابل مش هيقول حاجه تغضب ربنا. انتوا سامعيني كويس ولا انا صوتي بيروح ويجي؟ اصل انا حاسه ان انتوا مش متجاوبين أو مش بتستجيبوا معايا، فمش عارفه انتوا سامعيني ولا لا. سامعين حضرتك كويس، لا الصوت واضح الحمد لله. يبقى الفكره ان انا المشاعر، هل انا لو ابني جه النهارده عجلته اتكسرت ولا حد خد منه حاجه في المدرسه ولا حد زقه، هقول له هقول له ايه؟ بصراحه كده احنا بنتعامل معاهم وبنقول لهم ايه؟ بنقول لهم برافو عليك شاطر ان انت بتعبر عن مشاعرك، ولا بننكر ده؟ ازيك يا استاذه زينب؟ انا هعمل لك قلاو عشان عايزه اسمعكم. واستاذه امل. طيب، يبقى انا النهارده دلوقتي هقول اللي من الاول تاني، يعني اراجع تاني بسرعه مختصر كده عشان اللي لسه داخلين. احنا اتكلمنا ان في فرق ما بين المشاعر والاحاسيس. والمشاعر ان ليها وجود واصل بيولوجي، بتتخزن عندنا في الذاكره الحسيه او الشعوريه، الاميجدالا. دي غير الهيبوكامبس اللي هي الذاكره المعرفيه. واحنا اتفقنا ان ليها جزء بيولوجي. طبعا ان انت في ناس بتحسي كده ان هو الجزء اللي هو الوراثي ايه، مش الجزء البيولوجي. الجزء البيولوجي اللي هو الاميجدالا. الجزء الوراثي ايه؟ ان في ناس بيبقى عندها، مش عايزه اقول متشائمه شويه، بس يبقى عندهم فكره التشاؤم اكتر من التفاؤل، او على المدرج ده اكتر شويه. ده جانب وراثي. انه يكون يميل للانطوائيه شويه عن انه يكون منفتح. ده جانب وراثي. هل هو متحكم فيه؟ هل هو ما يقدرش يغيره؟ لا طبعا مفيش، يعني ايه، مش قصر قوي للحكايه دي، لان خلاص بالتعلم. في نسبه كام، الحديث بتاع النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لنا ان فيما معناه ان في من 100 ناقه، في ال 100 ناقه تجد راحله واحده. قلما تجد في ال 100 ناقه راحله واحده. فاحنا من 100 بني ادم ممكن واحد بس النسبه دي ايه اللي هم يعني بتوع العلم بيسموها ازاي، ان لو افترضنا ان 100 واحد متفائل، واحد هنعملها كده على مدرج، 1% متفائل 100%. 1% مش هينفع معاه ان احنا نعلمه اي حاجه، متشائم 100%. والناس على هرم وراثي ما بين الاثنين. الناس كلها الغالبيه 96 او 98% على الهرم الجرسي ما بين الاثنين دول، ما بين اقصى اليمين وما بين اقصى الشمال. تمام. والاخوات استعرضوا معانا بعض ايات اللي بتتكلم عن الحزن وعن الخوف. تحب تذكروا معايا برضو ايات بتتكلم عن المشاعر قبل ما اتكلم عن قصه سيدنا موسى شويه؟ استاذه زينب واستاذه امل. طيب انا احب ان انتوا تشاركوا واسمعكم. وبس هقول اللي بعد كده، الحته اللي بعد كده. سيدنا موسى برغم ان هو يعني برضو اللفظ بتاعها صراحه ايه، القوي الامين. يعني هو ان خير من استاجرت القوي الامين، يعني هو اتوصف بالوصف ده. واضح قوته البدنيه كانت واضحه جدا لما كان هو شال الصخر لوحده. واضحه برضو لما هو وكز المصري فقضى عليه. يبقى قوه سيدنا موسى كانت واضحه وبينه جليه. القوه البدنيه وان شاء الله باذن الله، واكيد طبعا برضو قوه القلب، يعني قلب قوي، مش خواف يعني او كده. ومع ذلك اتذكر مع القوه دي الخوف اكتر من مره. انا عايزه اقول ايه من الحته دي؟ عايزه اقول ان احنا مش معنى ان انا خايف ان انا وحشه، ولا معنى ان انا خايف ان انا شخص ضعيف. مش معنى ان انا اغضب ان احنا بني ادمين. انا عايزه اوصل لنقطه ان احنا بني ادمين بنحزن، لان طبيعي ان احنا نحزن. هو احنا مش مخلوقين في الدنيا عشان نفرح بس او نسعد بس ونغضب. وفي علاج للغضب، وفي النبي احسن قال لنا على علاج الغضب. وممكن يكون في تنافس سواء ايجابي او سلبي، وممكن يكون في تفاخر، وممكن يكون في تحاسد، وممكن يكون في تنابز، وممكن يكون في مشاكل يعني بينيه بيننا وبين بعض. ده طبيعي ان احنا بني ادمين. لكن احنا بنقول بقى بنهذبها ازاي؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى اوضح لنا، وزي ما السيره وضحت لنا. يبقى المشاعر طبيعيه، ما نكرهاش. لان انا بشوف ناس كتير بترفض الحزن. انا مش عايزه ابقى ضعيفه،
على فكرة العياط مش معناه ضعف. ورد البكاء عن يعني ناس أفاضل كتير، فالبكاء مش ضعف. لكن هل ده معناه إن هو يبقى لو أنا غرقت عينيا يعني كده وإن أنا بكيت عشان أنا حزينة من موقف، ده يعيبني؟ أو علشان أنا متأثرة من موقف لإني شفت موقف سبحان الله من كتر تعجبت ليه دمعت. أو زي ما كانت الآية اللي أنت كنت لسه قايلاها يا أستاذة منى، ما لقوش الفلوس اللي تساعدهم إن هم يتجهزوا للغزو، عيطوا. يبقى الحزن مقبول والبكاء مقبول، لكن ما استسلمش ليه. هنا بقى ما استسلمش بيه، هو ده بقى العلاج اللي اداهولنا القرآن. ما نستسلمش معاه، نعترف بالحزن، لكن لا نقول الا ما يرضي ربنا. هو القلب بيحزن، العين بتدمع، وطبعا حزنانين على فراق الناس اللي بنحبهم، وحزنانين على الحاجات اللي كنا بنحلم بيها ما جاتش، بس ما بنقولش ما يغضب ربنا. سلوكياتنا بقى دي اللي انا هتحاسب عليها. مش معنى انا غضبانه اني اضرب او اظلم او اكسر او اذي اللي قدامي. انا غضبت، والكاظمين الغيظ اغزم غيظك. هنعمل مع بعض تمرين عشان ما يبقاش كلامنا كتير. انا قلت ربع ساعه ودلوقتي خدت اكتر من ربع ساعه. أه... تقولوا لي اكتر مشاعر استاذه منى وصاحبه القلم الواعي واستاذه منال، هم اول 3 دخلوا صراحه، واستاذه زينب عشان هو قلت 4. طب ما انتوا 5 كلكم تشتغلوا خلاص. مين هيحب يشارك بالمشاعر اللي عايز يتكلم عنها عشان نعمل تطبيق؟ محدش عايز يعمل تطبيق عملي؟ محدش عنده مشاعر عايز يتعامل معاها؟ ممكن نبدأ بمشاعر الخوف مثلا. نتكلم عن الخوف، بس انا مش هتكلم عن الخوف. حضرتك هتكلميني عن موقف حسيتي فيه انك خايفه، ولازم تتذكري الموقف كويس. تمام. انا مش عايزه السلام اعرف عليكم. بس تفاصيل الموقف. انا قاعده في مكان دوشه فممكن يبقى متاثر عندكم شويه. طيب اتفضلي. يعني انا اخر حاجه مريت بيها والله كان يعني شعور، حابه اشاركه مع حضرتك. يعني كانت بنتي مسافره وجات من السفر وقعدت عندي فتره، بس وهي ماشيه كان عندي شعور مش حلو خالص. حاسه كأن روحي بتروح معاها يعني مش وقعدت مده كده وانا مش لحد دلوقتي تقريبا كده يعني بعاني ان هي سافرت وكده وانا هي ما بقتش موجوده معايا. طيب ده موقف مفتوح شويه يا استاذه. فانا هتكلم مثلا اللحظه اللي انت حسيتي فيها ان المشاعر اعلى حاجه، لحظه سفرها ولا لحظه بعد ما سافرت تاني يوم؟ اذكري لي الموقف. لا، هو بعد ما سافرت يعني لحظه سفرها كانت هتبقى تجهيزات وبنحضر وكده ومش عارفه ايه. فكان لحد ما كان عندي شعور بس مش قوي. لا، بعد ما سافرت بقى وخدت ابنها وسافرت وكده وانا لقيت البيت برضو ان هي مش موجوده والولد وكده، لا حسيت بقى احاسيس مش حلوه، ضيق وخنقه. حلو. الموقف ده ايه الفكره، الكلام اللي كان بيدور في بال حضرتك وعماله تسمعيه الصوت الداخلي اللي جواكي؟ صحيتي من النوم، الموقف ان انت ما لقيتيش بنتك وابنها، ففي صوت كده كان بيدور في بالك. وانه يا عالم بقى الدنيا ويعلم هي هتيجي تاني ولا لا، او يعلم الواحد هيعيش ويشوفها تاني ولا لا، او كده يعني. بس كان نفسي ان هي تقعد، يعني كان نفسي ان هي تقعد معايا، مش عايزاها تسافر يعني. الفكره بقى اللي بتدور في بالك ايه؟ انت قلتي لي خنقه، قلتي لي، بس انا عايزه اه الشعور تقولي لي كلمه: حزن، غضب، خوف، قلق، اشتياق، حزن. حنين. حزن. الفكره بقى اللي كانت ورا الكلام ده ايه؟ يعني انت بتقولي عالم هشوفها تاني ولا مش هشوفها، انا مش كنت عايزاها تمشي؟ اه. ايوه، المشاعر اللي مش عايزة كانت ورا انك مش عايزاها تمشي وعايزاها تفضل قاعده، كنت عايزه ايه اللي انت كنت عايزه تحسيه؟ المشاعر كانت ايه؟ معلش.
دلوقتي حصل مرة معايا موقف، فأنا اه كنت زعلانة إنها مشيت، بس وراه مشاعر تانية. في المشاعر طبقات، وراه مشاعر تانية. إيه اللي كان ورا بقى إنك زعلتي إنها مشيت هي وابنها؟ إيه الشعور اللي وراهم بقى؟ إنك مش هتشوفيها تاني، فحسيتي بإيه؟ اه حسيت بان انا مش مبسوطه وحزينه وزعلانه طيب ده الشعور هساعدك، اللي مثلا طلعني. حنين، غضب، خوف. قولي لي اسم لا هو الشعور. طب أنا عايزة أقول لك ليه اسم الشعور علشان أقدر أساعدك في يعني إن إحنا نتعامل معاه. هو كان يعني شبيه حزن يعني زعلانه حزينه كده مش مبسوطه مش خوف ممكن برضو برضو إيه؟ خوف إن ما اشوفهاش تاني. إيه؟ خوف يعني زعلانه وحزن وخوف ان انا ممكن لما اشوفهاش تاني. هو الصوت بيقطع، بس اللي انا سمعته خوف، خوف انك ما تشوفيهاش تاني. اه معلش عشان قاعده في مكان دوشه يعني معلش. لا مفيش دوشه، انا صوتك بيقطع. انت سامعاني كويس ولا انا صوتي بيقطع؟ لا انا سامعه حضرتك كويس جدا. طيب ما شاء الله. طيب يبقى انا اللي ورا المشاعر دي، الحزن كان وراه خوف اني ما اشوفهاش مره تانية. نعم. واول ما تقولي انا مش هقدر اشوفها مره تانية، ايه اللي بيحصل؟ تخيلي ان انا خايفه ان انا ما اشوفش الناس دي مره تانية. ايه اللي ممكن يحصل؟ انا محتاجه هنا ايه؟ لما ابقى انا خايفه اني ما اشوفكيش مره تانية، واحد انا بحب اقول انا مش عارفه هشوفك تاني، لا انا مش هقدر اشوفك تاني، مش عارفه الخوف ده. ايه اللي ممكن ابقى انا محتاجاه في الحاله دي؟ محتاجه طمأنينه محتاجه حد يعني حد صح. محتاجه طمأنينه. ايه بقى اللي يدينا الامان والطمانينه؟ والله انا حسيت ان هو انا مش المفروض اتعلق قوي كده يعني المفروض اتعلق بالله سبحانه وتعالى واحده بس يعني انا حسيت بس انا مش عارفه اعملها. لكن انا حسيت ان هو فاهمك. اللي عندي طبيعي هو طبيعي بنتي وكل حاجه بس التعلق الزايد ده سبب لي حاجات مش حلوه. ف فاهمك. فاهماكي وحاسه بيكي. ابني كان في الجامعه. انا تجربتي مش شرط ان انت تعمليها، بس انا بشارك معاكي. ابني كان في نعم الجامعه وكان بايت في بلد تانية يعني. نعم فكنت كل يوم بحلم بالكابوس ان هو عمل حادثه، بالشر. واشوفه قدامي نزل منه وأنا عامل حادثه بالعربيه واقوم مفزوعه. مره قمت معيطه الدموع على عيني. وبكلمه انت كويس؟ اه انا بخير. انت يعني انا عايزه اقول له انت عايش، بس ما حبيتش اقولها له انت بخير انت كويس. اه اولاده في الجامعه عادي يعني. ربنا يحفظها. فطيب انت وبعدين؟ انا كلمت نفسي كده. انت هتكلم معاكي، بس انا بقول لك كده على سبيل الاسترشاد. طب تمام. وبعدين؟ طب وبعدين؟ انت ضامنه مين يعيش معاكي؟ انت ضامنه تشوفي؟ احنا مش ضامنين في حاجه انت ضامناها في الدنيا كلها. لا ما فيش حاجه مضمونه خالص. وممكن تبقى جنبك في الدور اللي تحتيكي او اللي فوقي او في نفس البيت، بنقدر نحوش عن نفسنا حاجه وعن عن احبابنا حاجه. لا خالص والله الكلام ده انا عارفاه بس مش عارفه يعني عارفاه ومش مدركاه ولا عارفاه مش عارفه كون ان انا عارفاه المفروض يبقى بنفذه لا انا مش بنفذه خالص. كونك بتعرفاه لازم تنفذيه؟ لا مش لازم تنفذيه، لان انا عندي مقاومه. انا مش عايزه احس بكده. طيب خوفي وقلقي هيعمل ايه؟ هو تعبني. طيب انا بقول لك اهو، انت لو سمحتي كلمي امل. خوفي اني ما اشوفهاش مره تانية. سيدنا جبريل لما النبي عليه السلام قال له، سيدنا جبريل قال للنبي عليه الصلاه والسلام يا محمد احبب ما شئت فانك. مفارق ايوه مفارق. صح، مفارق. احبب ما شئت فانك مفارق، وعيش ما شئت فانك ميت. نعم طب يعني حاجه من اتنين، يا انا هموت يا اللي قدامي هيموت. نعم. هل في احتمال ثالث؟ لا والله انا عارفه انا عارفه ان كل شيء يا انا هزول عنه يا هو هيزول عني لان ما فيش حاجه ثابته بس سبحان انا عارفه الله انك يعني. عارفه. انا ما قلتش ان انا هقول اجابات خارقه وهنجيب علم منين، ما احنا بنقول من القران اللي احنا بنقراه كل يوم. نعم بس احنا نعم. بنمرر الكلام ده يا استاذه، بنمرره على قلبنا وبنمرره على عقلنا، ونقف معاه، نقف معاه شويه نتدبره. يعني احنا بنقرا القران وما بنتاثرش بيه عشان ما بنتدبروش. طب اقفي معاه، اقفي مع الايه. مثلا مش انت، احنا كلنا ما مش عارف بيحصل، ما احنا بنقرا القران، بس اقف مع القران، تدبر الايه، اقراها مره واثنين وثلاثه، استشعر المعنى. يعني نقف مع كلمة احبب ما شئت فإنك مفارق. هو ده بس على الولاد. أنا كانت كل ما أجيب فازة جديدة وحاجة غالية جدا ألاقيها اتكسرت.
جبت سجاده لحم ولادي مش عارفه عاملين عليها ايه، كانت حاجه يعني اصليه، مش عارفه رحت جبت ايه، لقيته اتكسر، لقيت الشنيور، الستاره وقعت بالشنيور بالمسامير من على الحيطه. فقلت خلاص ما تعلقيش قلبك باي حاجه. فاهماني يا استاذه امل قصدي ايه؟ مش بس ايوه الولاد ومش بس الناس والعربيه، الارض، اه البيت، اه اي حاجه حبك بقلبك بتاع الذهب. ما حصلش ان انت اشتريتي الذهب واضطريتي انك تبيعيه كتير. كده وغيرناه وجبنا غيره؟ طب خلاص، يبقى فاهمه قصدي ايه؟ احبب ما نعم. شئت، احبب ما شئت، حبي اي حاجه انت عايزاها، ايه اللي هيحصل؟ انا عارفه انك مفارقه، بس مش قادره اتقبل. ليه مش قادره ايوه اتقبلها؟ ايوه هي دي. ليه مش قادره اتقبل؟ ما انا بسال نفسي كده ليه، مش عارفه. طيب مش قادره اتقبل، ايه اللي وراه؟ ايه المقاومه؟ بتقاومي ليه؟ والله مش عارفه يعني مش عارفه، انا نفسي مش عارفه. يعني انا بكلم نفسي بقول لنفسي ايه اللي يعني. ورا الخوف؟ ماشي، ما هو ما حدش، بصي انا نعم. هقول لك على حاجه، الكوتش، انا ككوتش ببقى محتاجه حد يعمل لي كوتشنج، مع ان انا بعمل الكوتشنج للناس، فمش معنى ان انا نعم. عارفه واسال نفسي الاسئله يبقى ده كده الحل. لكن انا هسالك، ايه اللي ورا الخوف؟ هو احنا بيبقى دلوقتي قلنا بحس اني الحزن، متضايقه وكده. م. وانت قلتي الحزن، ورا الحزن في طبقه تانية اه هي الخوف، في طبقه ثالثه، نعم. ايه الطبقه الثالثه اللي ورا الخوف؟ لا مش عارفه والله، يعني ساعات بحس بحزن بخوف. التالتة بقى لا مش. امل نفسها، امل نفسها. سيبك بقى من اه بنتك وسيبك من البيئه، ادخلي كده جوه نفسك اكتر، حاسه بالمشاعر دي فين في جسمك؟ في قلبي. ليها حجم او ليها وزن؟ يعني ليها حجم كبير يعني لما بتجيلي بتبقى حجمها كبير. شكلها ايه؟ لها شكل؟ لا لا ملهاش شكل، هي ليها حجم، حاجة كده بتبقى جوه قلبي، بتبقى كبيرة وكده هي اللي بتخليني بقى أزعل واتضايق وكده يعني. طيب اديني تشبيه ليها، زي لها حجم كبير قوي، زي ايه؟ كانها ايه؟ يعني أحس قلبي كده كأنه إيه، متضايق كده وحزين ومكتوم كده، يعني أنا مش مبسوطة في الوقت ده، مع إن بعدها ممكن مثلا أروح مع أصحابي أقعد في حتة معاهم بتاع أكيد. لكن أنا لما بيجيلي الشعور ده نفسه هو بيعمل فيا كده، أحس إن أنا لا، قلبي مش مستوعب فكرة إن مش هشوفهم تاني دلوقتي وإن هم سافروا وإن أنا لوحدي في البيت من غيرهم. طيب اول حاجه دليل على المقاومه ان احنا مش بنركز في الشعور، ما انت لازم تركزي على الشعور عشان تعرفي موجود فين في جسمك وتتعاملي معاه. او اول ما نعم. الاقيني بدخلت في اسباب تانية وفي كلام تاني، يبقى انا كده بقوم ان انا مش عايزه في حاجه، انا مش عايزه اواجهها. ممكن نعم. تكون في وقت تاني تكوني انت جاهزه ان احنا نكمل الجلسه عليها، تكوني جاهزه اكتر وعندك استعداد انك تعملي التمرين بتاعها. اه يعني أفكر أكتر، يعني أفكر في شعوري أكتر في إيه تاني. اه، وما تقولي وما خلاص احنا انت عارفه كل حاجه، وانت لما تخرجي مع اصحابك هتتغيري، وقت ما يجي الشعور ده بيبقى تقيل قوي وحاسه بكتمه. شكله ايه الشعور أيوه ده؟ طيب زي شبه ايه؟ زي جبل، زي ما يكون في حجر على قلبي، زي ما شبه ايه؟ ما هو حاولي تتخيلي، حاولي أيوه تتصوري. أيوه زي ما حضرتك قلتي، حاجة على قلبي، بحس إني مكتومة، حاجة على قلبي مش مبسوطة، لأن فعلا في حاجة على قلبي. من جوه لبره ولا من بره لجوه؟ آه، أعتقد إن هي من بره لجوه. تمام. تديها وزن كام كيلو مثلا؟ في ساعتها بتبقى حاجة كبيرة، لا بتبقى كبيرة يعني. 10 كيلو؟ مثلا مش بصراحة مش عارفة الحتة دي بالظبط، بس هي حاجة كبيرة. هتعامل ازاي مع حاجه انا مش عارفه احددها؟ مخي مش هيعرف يتعامل معاها. لو انا حددتها وعرفت احددها، يعني اعمل لها كده، طب وزنها كام، 10 15، ابقى انا فاهمه انا بتعامل مع ايه. لكن طول ما المعلومات كده مش عارفاها، فالمخ هيفضل يتعامل مع انه ما حاجه مش ما عارفها. فكرتش بصراحة إن الحاجة دي ممكن تتحدد يعني أول مرة حضرتك أعرف إن الحاجة دي ممكن كام كيلو كده، لا أول مرة أتعرض لحاجة زي كده. تقريبا طن، كانه حجر، كانه 50 كيلو. انت يعني كنت شلتي حاجه 50 كيلو، بس انت شلتي 10، شلتي اه 20، شلتي اكيد، شلتي 10 و20 كيلو قبل كده. اه أكيد.
يعني ممكن نقول ممكن 10 كيلو لان لو حجم القلب مثلا 50 هتكون هي 10. تفتكري ان المشاعر دي جايه تقول لك ايه يا استاذه امل؟ التقل دوت والمشاعر دي جايه تقول لك ايه؟ هي جايبه لك رساله، شخص كده مش لطيف وجايب لك رساله. هو عارفه انت لما تبقي لابسه جزمه ويكون فيها زلطه كده، سوري يعني، وانت مش واخده بالك، فانت اه دخلت الزلطه في رجلك وعماله تألمك عماله تألمك وتوجعك، وطول ما انت ماشيه مش واخده بالك ان في حاجه في الشوز اصلا، انت بتتألمي بس اه مش عارفه ليه. اول ما انتبهتي وخدتي بالك منها وشلتيها بيحصل ايه لرجلك؟ ترتاح. احنا بقى عايزين نعرف هو عمل ايه، اداكي رساله ان في حاجه مش مظبوطه، اتعاملي معاها. عرفتي الاحساس انا والمشاعر؟ عارفه، ما انا قلت لحضرتك احساسي ان التعلق ده مش مظبوط. ان انت حلو تتعلقي، قوي. ما هو انت ما تتعلقيش بحاجه، ليه تتعلقي بحاجه هي؟ وبعدين دي رساله الحياه، انا بكلم نفسي كل اللي بقوله لحضرتك ده. ودي رساله الحياه، وان مش كل الناس اولادهم معاهم، وانه كل واحد له حياته، وكل واحد بقول لنفسي الكلام ده كله. لكن برضو بتفضل التعلق، الحته اللي م- م. التعلق عند حضرتك معناه ايه؟ ايه معنى التعلق بالنسبه لك؟ متعلقه بيها، يعني عايزاها تبقى جنبي، يعني متعلقه بيها بنتي وكده، وعايزاها تبقى جنبي هي وابنها انت عندك حد غيرها يا استاذه يا استاذه؟ عندي اه وبتتعلقي بيهم كلهم بنفس الطريقه ولا دي بس؟ لا، عشان هي دي مسافره بره، لكن اللي هنا جنبي، فهي دي بس مسافره بره. طيب تمام. والخوف من ان انت ما تشوفيهاش تاني عشان هي مسافره بره، فانت مش عارفه هي هترجع تاني امتى أو كده. لا مستنيين بتاعتهم والبتاع دي، مش عارفين امتى هيقولوا. فالدنيا يعني حاجات تخلي هو بيحس بيشعر بالشعور ده يعني. يعني انت من اللي قلقك عدم اليقين ان انت هتشوفيها، عدم التعامل موجود، لكن انت خلاص عرفتي هم فين، عندهم فين وقاعدين فين وخلاص طمنتي كده. صوتي بقول لك مطمنه وقاعدين فين، بالنسبه لك ده شيء خلاص ثابت. مجهود يعني يا استاذ، التواصل بيقطع حاسه. سامعين؟ حد سامعني طيب دلوقتي؟ عشان انا استاذه امل مش عارفه هي سامعاني ولا لا. انتوا سامعيني؟ هقفل الكاميرا عشان تعرفوا تسمعوني. انتوا سامعيني دلوقتي طيب؟ الو؟ الو؟ اعرف اذا كنتوا سامعيني ولا لا؟ ممكن حد يكتب لي على الشات سامعيني ولا لا؟ ممكن اعرف اذا كان في صوت ولا لا؟ محدش بيقول لي يا بنات. استاذه سناء، استاذه هاجر، في صوت ولا مفيش؟ استاذه امل، يا جماعه في صوت ولا مفيش؟ محدش بيرد عليا، في صوت؟ طيب تمام. طب انا هقفل وادخل تاني خلاص.